بنصبح على مشاهدينا بشعر وأدب وفنون راقية. أعتقد الصباح ده يبقى جميل، يعني حاجة رائعة إن احنا نبدأ معاكم برضو يومنا بإن احنا نسمع شعر، حاجة أكيد تفتح النفس. الشاعرة الدكتورة علا حويدق، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكم وبكل جماهير مسبيرو العريق اللي هم أحبتي وفي القلب دائما. يا رب دايما تنورينا، ودايما مسبيرو في أحسن حالاته. وطبعا هو مسبيرو، ما هو ده بتاع الشعب كله، يعني ما هو بيت الشعب كله. إذا تقدم فهيتقدم بهذا الشعب ودعم، يعني احنا وجدنا نتربى على مبنى مسبيرو. صحيح. والأبطال الحقيقيين اللي احنا شفنا من خلالهم وتعلمنا على ايديهم. حبيت الشعر من يعني كان مسبيرو ليه دور؟ بص، انا طول عمري كان نفسي، يعني كان حلم حياتي ان انا اكون اعلاميه عشان تبقى واضحه الدنيا يعني. وكنت ابقى سعيده جدا ان انا وانا امسك الجريده واقراها في المرايه. كنت دايما رئيسه جماعه الاذاعه والصحافه. فكره الشعر نمت معايا من جوده الالقاء. انه انا والدي رحمه الله عليه كان كاتب، فهو كان بيمتلك فكره الكلمه والتعبير. فالشعر إلقاء في المقام الأول، لأن يعني أستاذ مفيد فوزي الله يرحمه كان قال كلمة، قال: إذا قرأت علا حويدق الجريدة سيظن الناس أنه شعرا. يا سلام! ليه؟ لأنه الجملة تظل هي الجملة. أنت بتضفي على هذه الجملة الجمال، الحب، الكره، الغضب، كل مشاعرك بتتجسد فيما تلقي، فيما تستشعر به وتقوله. عشان كده الوصول لقلوب الناس مهم جدا، يعني أكثر من جودة القصيدة. القصيدة أكيد. التجارب دورها إيه في حياة الشاعر، سواء التجارب الشخصية أو التجارب اللي ممكن يكون لها كمان تأثير بقى يعني على مساره الفكري وتكوين. هنا عايزك تقولي لي تجربة زمالة كلية الدفاع الوطني في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا. أجمل سنة في حياتي. وحضرتك كمان زميل، يعني أيوة. سبقتني بعامين. أيوة. أجمل سنة في حياتي على الإطلاق. يعني على قدر حياتي كلها اللي عشتها. هل تعلم أن أكاديمية ناصر، يعني الأكاديمية العسكرية طبعا للدراسات العليا والاستراتيجية، اللي هي أكاديمية ناصر العسكرية سابقا، أنا فهمت لما كانوا المستشارين بيقولوا لنا دي أجمل سنة هتعيشوها. فأنا كنت بعد أقول أجمل سنة إيه بس؟ ده الواحد ظهره وجعه طول النهار. إحنا بنبدأ من 5 الفجر الصبح للساعة 3:30. أنت قاعد منتصب بس فقط بتستقبل محاضرات ومع كم غزارة معلومات رهيب. لكن يعني عايزين نقول تمخض هذا العام عن قصائد وطنية عظيمة جدا. ده اللي كنت هسألك، يعني عن دواوين شعرية كبيرة بنبقى جدا، مشغولين جدا، وطبعا هي بتبقى سنة تفرغ طبعا. هل المشغولية دي أثرت عليكي ان انت مزيد من الانتاج الادبي، ولا لا يعني كان السنه بس يا دكتور حازم انها اثرت بمزيد من الانتاج الادبي؟ طب يلا بقى، عايزه اقول لك على حاجه. نسمع بقى. انت اذا يعني كثره العمل عارف بتولد اعمال، يعني عارف طعم النجاح بيخليك تدمنه. فتبقى عايز تنجح تاني وتاخد دوبامين تاني علشان تبقى سعيد. اكيد. ما اعرفش تحب تسمعه وطني ولا عاطفي ولا ايه؟ بص، هو النهارده في اليوم الثاني في اعاده الانتخابات، احنا يعني نعم في كده روح وطنيه نبدا بيها، بس بعد كده يعني ايه برضو يعني نوعي لنا بقى. حاضر. هنقول قصيدة أنا المصري، وفي مصر التي، ما اعرفش تسمعوا ايه. لا ده اختيارك. طيب. أنا المصري وعشق مصر في دمي، أنا المصري وطيب الكلام في فمي، أنا المصري لثرى العروبة أمي، أنا المصري يعرفني جميع الناس، فدائي وأحمل مصر في روحي كما النبراس، تراها في سمار الوجه والإصرار والحكمة، تراها
في كتاب الله سر الروح في الكلمة تراها مصر. كتبت الشعر من شوقي، عزفت اللحن درويشا، فكان الشدو كلثوما. أنا الإبداع إن سألوك عن أصلي، نجيب في نواحيه مشرفة مناحيه، ومني أفضل القادة أنا المصري يا سادة. الله الله. بس كنا عايزين زويل بقى يدخل في طبعا طبعا عايزين بقى بيت جديد نزيد بيت شعر نزيده في القصيدة طبعا بيتا. طبعا طبعا طبعا. لو اتلحنت هتبقى حاجة حلوة قوي قوي يعني. طبعا القصائد الوطنية لما بتمزج بيها اللحن بتستشعر بقى، عارفه اولا بتوصل اسرع كتير من القصيده، لانه ليس كل شخص يستمتع بفكره القصيده يعني، لكن الاغنيه تبقى والنشيد الوطني يبقى. لا اصل انا ليه يعني، طبعا احنا في المناسبات الوطنيه احنا التلفزيون المصري بنذيع يعني نماذج كتيره من الاغاني الوطنيه بتاعتنا. طبعا هقول لك انطباع شخصي ومش عايز اكون يعني بفرضه من خلال الشاشه ولا حاجه، بس ده هنعتبره مجرد او ما بينكم مجرد انطباع شخصي. ايوه ان الاغاني الوطنيه بتاعت زمان شديده التاثير قوي رغم مرور عشرات السنوات عنها، عن الاغاني الجديده اللي هي يعني رتميه كده بتاع اللي حضرتك قلتيه ده. يعني انا بقى وانا قاعد كده تخيلت ان هو حد برضو من كبار الملحنين اللي عندنا. نعم. يعني قصيده بقى، يعني نداء الى من يهمه الامر وصانع القرار. اذا كان لدينا شعراء وطنيين مخلصين قادرين على انهم يكتبوا كلمه جميله فلتلحن ولتبقى لانه ارتباط الناس بوجدانها بالاغنيه اكثر من القصيده. يعني فاكر اغنيه اهلا بالمعارك؟ انا عايزه اقول لك وانا سايقه رايحه مشوار بعيد انا بشغل الاغنيه دي من كتر عشقي لفتره يعني في حقبه. لا في كمان الروح دي الحقيقه يعني عايزينها هي اللي تبقى موجوده في فننا. طبعا الرقي اللي طبعا. عايز اسمع حاجات تاني. نسمع عاطفي ولا وطني؟ اللي يعجبك انت، اللي انتوا عايزينه. انا ملك الجماهير كلها يعني المستمعين والمشاهدين يأمروا. يا علا هانم نعم. الشاشة ملكك الآن. نقول أهواه. يلا. أهواه إني بلا صمت ولا لغة، عيناه زهرة آلامي وأفراحي، أرمي سنيني على كفيه راضية، ففيه جنة إمسائي وإصباحي، كأنما الزهر في بستان لمسته، سفينتي أبحرت في قلب ملاحي، فيا ربيعا على أوراقه قصص في عالم بعبير الحب فواحي، بوجهه نصف أحلامي مصورة، فكيف صب الهوى في عذب أقداحي، يصفو عظيما أمامي لو أخاطبه، وحديثنا بنقاء القلب فضاحي، أنوثتي في يديه طفلة أمنت، والريح عاصفة تلهو بأدواحي، يقول نبقى معا أشفى على يده، ما أروع الجرح لما صرت جراحي. أيوه. الحلو بقى اقول لك أيوة حته حلوه انت بقى. عشان انا بيعجبني لما يكون المذيع له هذا العمق وله هذا الثراء الفكري. ربنا يكرمك. يعني احنا لما بيكون في قصائد باللغه العربيه حتى لو كانت عاطفيه، نعم، بنحس كده ان هي يعني باللغه العربيه يعني ثقيله شويه. لا يعني السهل الممتنع بقى، يعني اشجينا يا فندم. هقول لك على حاجه. يمكن شيء بيميزني ده سمعته من كثير من النقاد، انهم دايما يقولوا لي ايه،
انت كلماتك كده سهل ممتنع، السهل الممتنع، انت بتوصلي قوي يعني بتخشي القلوب بشكل قوي جدا ومباشر جدا. وفي نفس الوقت انت ليه مش واخده سمه الشعراء اللي بيعقدوا الكلمه، لا يعني بيعقدوا صوره، يعني يدوها ثقل. يفترض ان انا اقول لك ما عملتيش يا استاذه علا عمي، بس انا مش هقول لك كده. بص يعني يمكن طلب مني هذا الامر، عايز اسمع مش عارفه والله يا دكتور حازم ما بقدر، مش عارفه ليه. خلي بالك ان انا مفرداتي اليوميه في البيت مع اولادي لا ما انا عارف بتتخللها بعض كلمات اللغه العربيه. وحتى مع صديقاتي مع في جلسه عائليه تتخلل بعض كلمات اللغه العربيه. حلوة انا لا اقصد. طب عارفه الفرق بين جلسه طبعا جلسه يعني لازم تبقى بكسر الجيم يعني علشان لا بقى ايه بقى لما بنقول جلسه بتكون ايه؟ جلسه بتكون يعني زي ثمره، يعني زي جلسه فيها راي وراي اخر ونقاش فيها متعه اكتر يعني. بتبقى الجلسه محدوده يعني لكن مثلا نقول ايه جلسه لمجلس النواب ده يعني العدد اكبر والكلام جلسه حكم ما اعرفش لكن احنا دلوقتي بس يفترض ان احنا في جلسه برضه لان احنا مش لوحدنا. عارف ليه؟ عشان معانا كل المشاهدين، احنا معانا ملايين مشاهدين مسبيرو العريق طبعا. صحيح طبعا. طب يلا يا فندم نسمع ايه؟ وطني ولا عاطفي اللي انتوا عايزينه؟ لا هو يا وطني يا عاطفي ما فيش حاجه تاني. يعني ديني. عندي طبعا يعني قصيده دي في ديواني الثالث وده يعني في ديوان اخير ليا اسمه بحر بلا ساحل. هي يعني حتى ترفق ايها السائل بحري ما له ساحل الله. لكن انا مش حافظاها فيمكن انا بحاول اختار بعض القصائد اللي من دواويني القديمه اللي انا حافظاها. القصيده بتصاحبك يعني انت إيه؟ يعني ايه؟ انت ليك صديق تعرفه من 2-3 وليك صديق تعرفه من 20 سنه. لما بتكتب القصيده وينشر ديوان وتعيد القاء هذه القصيده مرارا بتصبح صديقتك اللي هي من 20 سنه. بدندنها يعني وانا مبسوطه وانا قاعده في يسر وسهوله. القصيده لما بتكتبها هي دفقه من المشاعر بتطلع بتكتب في كلمات وصور. يعني هحاول ان انا اقترب اكثر من ذاكره حضرتك واقول لك يعني لو شفتي صديقه يعني قريبه جدا حبيبه ليكي نعم بقالك فتره ما شفتيهاش وعايزه تحييها بقصيده مثلا يعني بص ثق ان كل الكلمه ستخرج من قلبي ستخرج مفعمه باحساسي ساعتها. يعني ده بيحصل جدا. بيحصل جدا ازاي؟ استدعاء لا انت بص المشاعر انفعال. انت ممكن تقعد معايا تحكي لي مثلا موقف والله يا علا حصل النهارده كذا 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 وانا كذا يبقى موقف اشكي لك همي يعني مثلا في موقف معين تاثرت بيه او مبسوط بيه ثق انني استطيع ان اعبر عن ذلك شعرا بشكل رهيب. يعني اللي هو عارف الدفقه تعني الدفقه اللي هي بترمي الحاجه مره ممكن يعني حاجه يعني بمناسبه هذه الجلسه يعني هنعتبر ان احنا قاعدين هو احنا فعلا قاعدين بندردش لوحدينا اهو يعني تمام. الناس اللي بتشوفنا اكيد حاسين ان احنا يعني مش واخدين الموضوع رسمي يعني طبعا ادينا كده نموذج لهذه الدفقات الشعريه. مره كان عندي في صديقه ليا وكانت مرتبطه مخطوبه ومكتوب كتابها لزميل لها في الجامعه. فالمهم برغم قصه الحب الشديده اللي كانت ما بينهم الا ان هي اخذت قرار الانفصال عنه. هو كانوا مكتوب كتابهم فقط. كان هذا المعيد قابلني وكلمني وقال لي ارجوك يا دكتوره اقنعيها ده انا بحبها جدا ده انا هي لو سابتني كانك اقتلعتي شجره من الارض من جذور. فانا كتبت مملكه الحب انت حينما تتركيني اقتلع من جذوري فلا تتركيني اغترب عن اصولي. وكان ده مطلع قصيده اقتلوا عن اصولي. انا خلاص اصولي انت جذوري انت فما تسيبينيش. برغم انها كانت شيء يعني هي مشاعر لا تخصني. دي لازم تكون رجعت له بقى. والله ما عارفه بقى لان انا بعدها يعني سافرت لكن ما اعرفش هم فعلا تزوجوا ولا لا. لكن كان بص
دموع المرأة طبيعية، دموع الرجل نادرة. يعني حينما يبكي رجل أو تذرف دموعه لمشاعر، فاعرف أن هذا الرجل لديه إحساس عميق عميق. نعم. المرأة طبيعتها أن تكون باكية أو تتقط دموعها. يعني دموع المرأة بعتبرها دموع يعني مش تقليدية، دموع عادية، يعني هي جزء من تركيبتها. لكن دموع الرجل بتعز عليا جدا. لأنه وبعدين خلي بالك، الرجل حينما يعشق يصبح يعني زي ما بيقولوا فيضان مشاعر. صحيح. يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، يعني عايزين فوق الوقت وقتين، لكن للاسف الوقت خلص. بس لازم يكون لينا لقاءات تاني، او يمكن يكون لنا فرصه ان يبقى في برنامج بقى ان شاء الله، ان شاء الله قريبا ان شاء الله. وانا طبعا بحيي حضرتك جدا، اولا زميلي ده انا احيي ذلك جدا. ودكتور حازم انت من الناس المثقفين والذي يشهد لهم بالثقافه والفكر والتطور المهني زي ما بيقولوا كده الكومبتنت اللي هي القدره المهنيه. يعني اشكرك جزيلا الشاعره الدكتوره علا حويدق، شرفتينا الحبه الصغيرين دول. شكرا لكل المشاهدين. حبه صغيرين بس حلوين قوي. يعني يا رب دايما يا رب ضيوف خفيفه بس على المشاهدين. ربنا يمتعك دايما بالفن والقدره على التواصل. شكرا دكتوره علا. كمان مشاهدينا اللي تابعونا النهارده، انبسطنا جدا معاكم. ساعة بس عدت سريعا جدا. بكرة إن شاء الله أسرة جديدة في انتظاركم، وأسرة الخميس في انتظاركم الخميس القادم. تحياتي دائما حازم أبو السعود.